سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعيش ليه ولاد، خلف 3 ولاد والتلاتة ماتوا في حياته وماتوا وهم صغيرين. فواضح ان اراده ربنا كانت ان هو ما يكونش ليه ولاد بعد وفاته، لان ده كان هيحصل بسببه مشاكل كتير. يعني زي ان سيدنا محمد هو خاتم الانبياء والمرسلين، فما ينفعش يكون ليه ابن يورث منه النبوه، او حتى لو ما ورثش النبوه الناس كانت هتعامله معامله النبي اكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه لسيدنا محمد. بالنسبه لسيدنا عيسى فبرضه ما كانش ليه اولاد، بس الموضوع هنا مختلف شويه. الفكره مش بس ان سيدنا عيسى لو كان خلف كان ابنه هيورث النبوه منه، هو الموضوع كان هيبقى اصعب بكتير، لان لو كان سيدنا عيسى ليه نسله ده كان هيبقى مختلف عننا تماما. احنا كمسلمين عارفين ان سيدنا عيسى نبي، عارفين ان سيدنا عيسى بشر، بس رغم كده هو مش من صلب سيدنا ادم، او على الاقل بمعاييرنا احنا كبشر هو ملوش اب، فبالتالي هو ما يعتبرش من ابناء سيدنا ادم. هو كده كده بني ادم، لسيدة مريم من نسل سيدنا ادم، فهو برضه بني ادم، يعني هو بشر ومن نسل سيدنا ادم. بس بكلمك عن ان اكيد نسل سيدنا عيسى كانوا هيبقوا معتقدين ان هم مختلفين عن باقي بني ادم، لان سيدنا عيسى ملوش اب، فكان هيبقى فيه يعتبر جنسين على الارض، بني ادم وبني عيسى. وهي دي الفكره اللي الجوكر اتكلم عنها في تراكات. تمدد الانتماء بعشوائية عيب مش ميزة، تخيل عالم يجمع بين بني آدم وبني عيسى. شايف كل الحوارات دي هو مش بيتكلم عن الفكره دي اصلا، هو مش بيتكلم عن ان كان هيبقى في حروب وصراعات ما بين نسل سيدنا ادم ونسل سيدنا عيسى. هو اصلا بيقولك تخيل، بس عشان يضرب لك مثال ياكد لك بيه على الفكره الاولانيه اللي هي ايه، تمدد الانتماء بعشوائيه عيب مش ميزه. انت مش فاهم حاجه صح؟ اللي الجوكر عايز يوصله ان احنا بكل الصراعات اللي احنا عايشين فيها كبشر وبكل العنصريه والتمييز اللي احنا فيه، فاحنا في الاخر كلنا ولاد سيدنا ادم. ما بالك لو كان في نسل تاني او كان في بشر مش ولاد سيدنا ادم اصلا؟ يا عم ده لما بيبقى في عيلتين من بلد واحده وهتلاقي اصلا اصلهم نفس العيله، في الاخر هتلاقيهم مقطعين بعض، فاهم؟ ما بالك بقى بجنسين يعتبر نوعين من البشر. فهو عايز يوصل لك ان تمدد الانتماء بعشوائيه عيب مش ميزه. هو بيتكلم عن فكره انك تبقى جوكريان اساسا، بس مش هنمسك في المعنى ده، بس احنا هنتكلم في العموم. فكره انك تبقى منتمي لحاجه زياده عن اللزوم، وخصوصا لو الحاجه دي ما تستحقش ان انت تبقى منتمي ليها، لو انت محور حياتك كلها على الحاجه دي ومتعصب قوي للفكره بتاعتك، وده ممكن يحصل بسببه كوارث. عموما دي كانت اول فكره هنتكلم عنها في تراك كاتب. انا ما حبيتش الصراحه ان انا احلل التراك بالطريقه التقليديه اللي هي بربر والجو ده، لان انا الصراحه زهقت من الطريقه دي في التحليل، وفي نفس الوقت بحس انها بتخلي التركيز ما يبقاش على البارات المهمه، بيبقى على كل البارات زي بعض. لا احنا عايزين نتكلم في البارات المهمه بس. فدي كانت اول فكره هنتكلم فيها في تراك كاتب. في 5 افكار تانية هنتكلم فيهم، لان احنا النهارده هنتكلم عن 6 افكار في تراك كاتب، وبكره هنتكلم عن 6 افكار غيرهم بس على ام اي راب مش هنا. في الغالب المفروض يهمك كذا عن ايه مش مين، كذا بيمسك انت في صوت شاغل بالك ليه بالسين. هنا وورد بلاي طبعا في كلمة شاغل بالك ليه بالسين، السين اللي هو الراب سين، وفي نفس الوقت الحرف حرف السين عشان لسه كان بيقول الصاد. بس يا ترى بقى ايه معنى البار نفسه؟ الفكرة ان هو بيتكلم عن الشخصنة، ما تركزش على مين الشخص اللي بيقول الكلام ده، ركز على الكلام نفسه، ما تنتقدش الشخص، انتقد الفكرة. وده المفروض شيء بديهي، بس دي حاجة للأسف كلنا بنقع فيها. مهما كنت واعي للموضوع ده انت برضو بتقع في المشكلة دي. دايما بتبص على الشخص اللي بيقول الكلام قبل ما تفكر في الكلام نفسه صح ولا غلط. مركز على حاجه ما تهمكش خالص، وهي شخصيه الشخص اللي بيقول الكلام ده، وساب الحاجه اللي تهمك اللي هو الكلام اللي هو بيقوله. فده معنى. والمعنى التاني في كلمه بالسين تحديدا، بما انه بيقول لك ركز على الحاجه المهمه بالنسبه لك وما تشغلش بالك باي حاجه مش مهمه، فبرضه هو بيقول لك ما تشغلش بالك بالراب سين، بفانز الراب سين، بالرابرز والتراكات اللي بينزلوها حتى وبيدسوني عادي. مرضاش اجاري الجارب ان اكون فنان تجاري، من اللي عاجز يبقى التاني صبحي ولا عبد الباقي. دي تالت فكره بيتكلم عن ان هو مش عايز يبقى في المنافسه بتاعت الراب سين، مش عايز يجاري الجاري بان اكون فنان تجاري، يعني مش عايز ان هو يخش السباق بتاع الراب سين، لان هو كان لسه بيتكلم عن الراب سين. بس في نفس الوقت برضه هو مش شرط يكون بيتكلم عن الراب سين، هو بيتكلم عن الفن عموما. مش عايز ان هو يبقى فنان تجاري، مش عايز ان هو يعمل تراكات او اغاني بغرض بس الشهرة او ان هو يكسب منها فلوس. سهل جدا ان هو يسطح الكلام بتاعه ويعمل تراكات فايرال فعلا هو عمل ده. بس بعدين يعني وقت التراك ده نازل في 2016 في 10 يناير 2016. وقتها ده كان من تراكاتي المفضله للجوكر. عارف التراك اللي اول ما بينزل بيعلق معاك لمده سنه سنتين ثلاثه، هو التراك ده كان كده. فهو بيقول لك ان هو كان سهل ان هو يعمل من الاول تراكات تجاريه، وفعلا احنا شفنا ده رقم واحد مش انت مثلا، واللي حاليا هو اشهر تراك عند الجوكر، وفي ناس كتير بقت جوكريانز او بقوا بيسمعوا الجوكر بسبب التراك ده. فهو بيقول لك ان هو لو كان بيفكر بشكل تجاري، لو هو كان عايز يعمل فن تجاري دي كانت هتبقى حاجه سهله، بس هو ما رضاش ان هو يعمل كده. والبار اللي بعده ده بقى انا خدت فيه صدمه في كلمه مين اللي عاجز يبقى التاني. يعني انا طول حياتي بسمعها مين اللي عايز يبقى التاني، وصبحي وعبد الباقي طبعا اللي هو ايه، محمد صبحي واشرف عبد الباقي، والاثنين دول تقريبا يعني هي اكيد مش احصائيه او مش معلومه، بس هم اكتر 2 عملوا مسرحيات، او اكتر 2 فادوا المسرح مثلا، او اكتر 2 اثروا في تاريخ المسرح. وذكر محمد صبحي واشرف عبد الباقي بعد البار اللي كان بيقول فيه ان هو مش عايز يبقى فنان تجاري، فيقصد ان هما الاثنين فنانين تجاريين.
او بمعنى اصح بقى هم بقوا فنانين تجاريين. محمد صبحي كل مسرحياته كان فيها رسالة، كل مسرحياته كانت بتناقش افكار وقضايا مهمة. اشرف عبد الباقي في الاول كانت مسرحياته كده، بعد كده تحولت بشكل واضح وصريح جدا مسرحيات تجارية، مسرحيات بس كلها هلس. واللي سمعته وقتها وقت نزول التراك ان الجوكر قصد ان هو يقول اشرف عبد الباقي، لان في الوقت ده كان اشرف عبد الباقي بيعمل مسرح مصر، وكان في دايما رسالة سياسية بتبقى في مسرح مصر. يعني كان وقت التراك ده مسرح مصر او كان اسمه تياترو مصر معرفش وقتها، كان دايما في كل مسرحيه بيحاول اشرف عبد الباقي ان هو يعني يطبل عشان المسرحيه تعدي. وبرضه في الكلام عن محمد صبحي برضه ذكر في البار ده، لان زمان كانت مسرحياته جريئه وسياسيه وبتاع، دلوقتي هو موقفه السياسي اختلف عن زمان، فاهم؟ فبعيدا عن السياسه وقرفها ومشاكلها دي، الحاجه اللي الجوكر بيرملها من البار. بس احنا ممكن ناخدها من زاويه تانية، حته ان هم بيعملوا فن تجاري. وخد دي من عندي كمان، الجوكر نكش محمد صبحي لان محمد صبحي كان نكشه في مسرحيه الجوكر زمان. شوف بيف مستمر من كام سنه يعني. ما علينا نكمل. المهم ان الكلمه اللي انا سمعتها غلط، اللي هي مين اللي عاجز يبقى التاني، هنقف عندها شويه، لان هي فيها دبل مينينج. فكره مين اللي عاجز يبقى التاني تحس منها ان هما الاتنين بيتنافسوا على ان هما يبقوا المركز التاني، بس كلمه عاجز خلت المعنى المقصود بيه مين مش عارف يبقى التاني، مين مش عارف يقلد التاني. بس انا شايف ان ده معنى اغرب من المعنى الاولاني. يعني انا بالنسبه لي لو الاتنين بيتنافسوا على المركز التاني دي منطقيه، دي ممكن تحصل، لكن الاتنين بيتنافسوا على ان هم يقلدوا بعض دي غريبه. لان اشرف عبد الباقي جه بعد محمد صبحي، فانا مش سامع الحته دي كويس، انا مش فاهم الحته دي كويس. صاحبك مش شوكيريا مش هيقدر اللي بقوله، لو كان في امل منه كنت هقول لك فهمهوله. نرجع بقى للفكره اللي اتكلمنا عنها في اول التراك، بس مش الفكره بقى نفسها، نتكلم عن البار اللي بعد الفكره دي بتاعت بني ادم وبني عيسى. بعدها على طول هو قال صاحبك مش جوكر مش هيقدر اللي بقوله، لو كان في امل منه كنت هقول لك فهمهوله. يعني الجوكر نفسه بيقول لك ما تشرحش او ما تحاولش ان انت توصل الكلام بتاعه لحد مش جوكريان، اصل هي مش دعوه، فاهم؟ هو مش دين مثلا انت بتحاول تنشره، لا، هي فكره ممكن ناس تتقبلها وناس لا، ممكن ناس تحبها وناس لا. ونصيحة مش بس في حوار جوكريان او مش جوكريان، الفكرة في الحياة عموما ما تحاولش ان انت تقنع حد بحاجة ايا كانت الفكرة اللي انت بتحاول تقنعه بيها. وانا مقتنع جدا بالموضوع ده. ومش بس كده، انا شايف ان مش صح اصلا ان كل الناس تبقى جوكريانز، او مش بس جوكريانز في حاجات كتير. مثلا فكرة الراب نفسها انا شايف انها ما تنفعش لكل الناس، عشان كده اول ما الراب فايرال انا حسيت ان الموضوع باظ. يعني يا جدعان الراب ميزته الوحيدة ان هو اندر جراوند، الحاجة اللي بتخلي الراب مختلف ان هو بيقول الكلام اللي ما ينفعش يتقال في الميديا، الكلام اللي ما فيش حد بيقوله غير الرابرز، لان هم شبهك، هم اندر جراوند، هم فقراء من الاخر، فاهم؟ فبسبب ان هم فقراء هم بيقولوا الكلام اللي انت حاسس بيه. لكن لما يتشهر ويبدا بيتكلم عن الفلوس اللي جايه له والدولارات والعربيات والقصه دي، خلاص هو بقى واحد تاني. ولما يعرف ان تراكاته بقت بتجيب فيوز، طبيعي جدا هيغير الكلام اللي هو بيقوله، وبدل ما كان بيتكلم عن حاجات سياسيه او بينتقد مثلا حاجات في المجتمع او حتى كان بيشتم، هيغير كل ده. مش معنى كده ان الشتيمه كويسه، بس الشتيمه دي كانت حاجه حقيقيه فيه، هو غيرها، فاهم قصدي؟ عشان كده انا الفكره دي انا مقتنع بيها جدا. عشان كده انا ما بحبش اصلا ان التراكات تتشهر. ده هيفيدني كواحد بعمل محتوى عن الراب، ان لما التراك يفايرال اكيد الفيديو اللي عامله هيفايرال. كفان راب انا ما ببقاش فرحان خالص لما بلاقي التراك، وخصوصا لو التراك ده قوي يبدا يتشهر، لان ده بيقلل من قيمته اصلا. فهي حته ممكن تكون حب من تراك او انانيه، بس بالنسبه لي انا مش شايفها كده. شايف ان مش كل الناس تنفع تعرف كل حاجه اساسا. كنت قادر اضل السطحي بغنوة تخدع رأس المال، سبت السطحي ضل السطحي ما خدتش حتى راحة البال. اخر فكره معانا هنا هو بيقول كنت قادر ادل السطح بغنوة تخدع رأس المال. بيقولك ان هو يقدر يعمل اغاني سطحيه، اغاني للناس السطحيين، الناس السطحيين يحبوها، فاهم؟ وبالتالي تجيب فيوز فتخدع رأس المال اللي هي شركات الانتاج او شركات الرعايه اللي هتديله فلوس عشان ترعى الاغنيه دي. بس هو ما عملش كده ليه؟ لان هو قال لك اصلا في البار هو ما عملش كده ليه؟ لانه كده يبقى بيضل السطحي، بيساعد اكتر في ان هو يبقى سطحي، وهيكون بيخدع رأس المال، فيكون بيخدع الشركات دي لانه بيعمل حاجه ملهاش قيمه وبياخد عليها فلوس. بس اللي حصل ان هو ساب السطحي يضل السطحي، ساب مغنيين سطحيين يضلوا الفانز السطحيين، وما خدش حتى راحه البال. وحته ما خدش راحه البال يقصد ان هو ما خدش ولا فلوس لان هو ما عملش كده، وفي نفس الوقت ما خدش راحه بال لان هو لو كان عمل كده كان هيرتاح من انتقاد السطحيين ليه. بس هو ما عملش كده، فلسه الفانز السطحيين بينتقدوه. وبس ده كان الجزء الاول من تحليل او تفسير تراك كاتب الجوكر. وطبعا زي ما انت عارف مفيش حاجه اسمها تفسير غلط، مفيش حاجه اسمها تفسير صح، كده كده كل بار بيبقى ليه اكتر من معنى، كل بار كل واحد بيشوفه بوجهه نظر معينه. فقول لي انت وجهه نظرك لو انت شايف ان الكلام اللي انا بقوله ده مش صح، او يعني ليك وجهه نظر تانية. وكده كده اعمل فيديو عن باقي الافكار اللي في التراك
بكره على قناه ام ايراب. استنوا الفيديو واعملوا لايك سبسكرايب هنا وفعلوا زر الجرس وكل الكلام ده، وتابعوا على الانستجرام. اشوفكم في فيديو جديد. اوعى تفسد حق الباطل، في حدود لو في مراحل، لو وصلت للرماح نموت لا توصل للمصاحف.